السلام عليكم. شفنا في الفيديو اللي فات ازاي نقدر نعرف مين متصل بالواي فاي بتاعنا وازاي نحميها. هنشوف الفيديو بتاع النهارده ازاي ممكن نخلي الراوتر ما يسمحش غير لاجهزه معينه بالاتصال بالواي فاي بتاعتنا، او نخليه يسمح لكل الاجهزه ما عدا اجهزه معينه حتى لو معاها الباسورد بتاعت الواي فاي. يلا بينا. الراوتر بيعرف الجهاز من الماك ادرس بتاعه. كل جهاز ليه ماك ادرس مميز. هنعرف الماك ادرس بتاع الجهاز من برنامج تاني. هنفتح البرنامج، نخش على اونلاين موبايل، نخش على موبايل، ننزل تحت هنلاقي الماك ادرس، نخش على اللابتوب، ننزل تحت هنلاقي الماك ادرس. وبالطريقه دي جبنا الماك ادرس بتاع الاجهزه. نروح بقى للراوتر. دلوقتي احنا على صفحه الراوتر، نخش على ادفانسد، نخش على سكيورتي، نخش على اكسس كنترول. هندور على اكسس كنترول او اكسس ليست في اي راوتر او اكسس بورد. يقول لي هنا اكسس مود، في 2 مود، بلاك ليست ووايت ليست. ندوس على وايت ليست وندوس سيف. هنا هحط الاجهزه اللي انا عايزها تتصل بالواي فاي، واي جهاز غير اللي انا هحطهم هنا حتى لو معاه الباسورد مش هيقدر يتصل بالواي فاي. هضيف الجهاز ازاي؟ هدوس اد سكان. دي الاجهزه المتصله دلوقتي، ممكن اختار منها هدوس سيف، او لو الجهاز مش متصل هدوس اد واكتب هنا الماك ادرس بتاعه واي اسم، مش لازم اسم الجهاز، هدوس سيف. كده الجهازين دول بس هم يقدروا يتصلوا بالواي فاي، واي جهاز تاني مش هيقدر يتصل حتى لو معاه. المود بتاع بلاك ليست هدوس عليه، هدوس سيف. هنا بقى هضيف الاجهزه اللي انا مش عايزها تتصل بالواي فاي. هدوس اد سكان الجهاز، هدوس سيف. كده الجهاز ده مش هيتصل بالواي فاي حتى لو معاه الباسورد. هيجيب اي جهاز تاني هيقدر يتصل عليه. ما ينفعش اشغل الاتنين مود في نفس الوقت، هو يا المود ده يا المود ده. وبعد ما اخلص الاعدادات بتاعتي اشغل الاكسس كنترول واعمل سيف. كده انا شغلتها، اي جهاز تاني غير الجهازين دول مش هيقدر يتصل بالواي فاي حتى لو معاه الباسورد. وعشان الراوتر وي يعتبر من اكتر الراوترات المنتشره في مصر، هنعمل بسرعه نفس الاعدادات عليه. نخش على الراوتر ونخش على اللوكال نتورك، WLAN ادفانسد. هنا راوتر وي ممكن يبقى فيه 2 واي فاي، واحدة بنستخدمها والتانية بقى ممكن نستخدمها جيست أو ممكن نستخدمهم الاتنين. هنحدد من هنا بلاك ليست ولا وايت ليست. أنا بفضل وايت ليست. وكده ننزل تحت، ده الجهاز أنا حاطه، اسم الجهاز، وبختار الشبكة الأولانية ولا الشبكة التانية، وبحط الماك أدرس بتاعي وأعمل أبلاي. عايزين نحط جهاز تاني، نعمل آد، نحط اسم الجهاز، نختار الشبكة، نحط الماك، أبلاي. دي لستة الأجهزة وهيتطبق عليها وايت ليست، يعني أي أجهزة غيرها مش هتقدر تكونكت على الواي فاي، أو بلاك ليست يعني هي نفسها مش هتقدر تكونكت على الواي فاي. ولما نخلص نوصل لها. في سؤالين بسألهم كتير بخصوص الواي فاي. السؤال الأول، أخفي الواي فاي ولا لأ؟ إخفاء الواي فاي ملوش علاقة بحماية الواي فاي، أي برنامج هيقدر يشوفها عادي جدا. فهي خطوة ملهاش لازمة كحماية. أنت عايز تخفيها عشان تبقى مخفية، لو حد مسك الموبايل ولا حاجة ما يبقاش شايفها، دي ترجع لك كده، بس هي كحماية ملهاش علاقة بالحماية. السؤال التاني، هل إن أنا أضيف مسافات بعد الباسورد ده يقوي من حماية الواي فاي؟ فرضنا إن أنت هتعمل باسورد 8 حروف وأرقام وضفت بعدها 4 مسافات، كده بقت 12 حرف ورقم ومسافات. 12 أقوى من 8، سواء بقى الزيادة دي مسافات أو أرقام وحروف. خلي بالك في أجهزة ما بتدعمش المسافات، الأجهزة دي مش الموبايل ولا اللابتوب. في أجهزة تانية ما بتدعمش إن أنت تحط مسافة في كلمة السر. فأفضل أنت لو هتعمل كلمة سر خليها قوية وخليها طويلة على قد ما تقدر، وفيها حروف وأرقام وآت، علامة استفهام، دوت، بس ما تحطش فيها مسافة. وكده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. استنونا في الفيديو اللي جاي، هنتكلم عن
لو الفايل بتاعك مش مغطي البيت كله نعمل ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لنا في التعليقات محتاجين نتكلم في ايه. اشوفكم في الفيديوهات القادمة، مع السلامة.